السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأخيرا قدرت نخرج للعالم الواقعي ونشوف الشمس لأول مرة، ونشوف الحياة كيفاش دايرة في الخارج بأول مرة بالشخصية ديال السلطان غامض. الناس القدام غادي يعرفوني، كنت بديت في سنة 2021 وكنت كنلوح الفيديوهات ديال قصص الرعب. ديك الساعة صفحات الفيسبوك كانوا محسوسين من هاد الناحية، وحتى اليوتيوب فما كانوش كيقبلوا دوك القصص ديال الرعب، وداك الشيء علاش وقعوا لي بزاف ديال المشاكل في الصفحة ديالي على الفيسبوك وحتى اليوتيوب، وكانت تمسح ليا داك الشيء. ولكن ما كنت استسلمت واحد المدة، ولكن من بعد صافي رجعت وبديت كنرجع مع الوقت. ودابا قررت انني نبدا محتوى جديد، محتوى في الشارع، نخرج للعالم الواقعي، ما نبقاش منحاصر في دوك 4 الحيوط. فغنحاول انه بشويه المتابعين اللي عندي واللي هما كنعتبرهم خوت واللي عطاهم لي الله سبحانه وتعالى، علاش ما نسخرهمش في الحاجه المزيانه. فقررت انني ندير محتوى في الزنقه، اللي هو انه الناس اللي عندهم مس ولا عندهم مرض ولا عندهم مشاكل، قررت انني نمشي عندهم نصور معاهم ويعاودوا القصص ديالهم، وحتى الا كانوا محتاجين لشي مساعده سواء ماديه سواء معنويه، يحطوا الرقم ديال الهاتف ديالهم باش يتواصلوا معاهم الناس نيشان. وكنأكد على نيشان، ما كاين لا واسطه لا هم يحزنون، كيف ما كيديروا هذوك اصحاب الاحسان العمومي كيتاجروا بالناس. ما عرفتش ما نقول لهم. المهم علينا، صراحه العالم الواقعي تبارك الله بالعظمه ديالو. شوف كيفاش، شوف الخضوريه، شوف الناس ديال كازا غيعرفوا هاد البلاصه سميتها بارك ياسمين، غادي يعرفوها بطبيعه الحال. فانا جيت درت هاد الفيديو باش نقول لكم بلي رانا رجعت دابا، ورجعت ديال بصح. واللي عنده شي قصه ولا شي قصه عندها علاقه بالجن ولا المس ولا حتى شي مشاكل، حاله انسانيه، كيف ما كان يتواصل معايا في الصفحه ديالي على الفيسبوك، وان شاء الله نجي حتى لعندو نصور داك الشيء، الحاله ديالو واللوحه عندي في الصفحه. واللي المحسنين ولا الناس اللي بغاو يتعاونوا معاه يتواصلوا معاه مباشره، فغنحط النيميرو ديالو الشخصيه. وهذا هو الجهد اللي قادر ندير. وختاما غادي نضطر انني نقطع الفيديو باش نستمتع شويه بالطبيعه والجو. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اي والله.